من ضمن الكلام كان إنه مش حرام عليك، ليش خطبتها، ظلمتها، وإنه أنت رح تكون عندنا 2 و7 شهور عند أهلك. فهي كانوا اليهود بيحاولوا يوصلوا فكرة للشباب والفتيات إنه الارتباط في أسير، بس هاي الفكرة ما رح تأثر علينا، لأنه إحنا احتسبنا حياتنا في سبيل الله، والأجر عند رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أنهار شكري نغنغية من مدينة طول كرم، مهندسة 28 سنة، متزوجة من الأسير مصعب الحصري، أم لطفلة جوان. هو طبعا فكرة الاعتقال كانت مطروحة دائما ومتوقعة، فكانت إجابتي إنه الإنسان الملتزم لابد إنه يدفع التزامه ليبذل في سبيل الله، والإنسان اللي ببذل في سبيل الله في زمننا لابد إنه يعتقل. أنا كنت أضل أحكي له لو أسبوع بعد الزفاف، بس مش واحنا خاطبين، لانه فتره الخطوبه يعني هي فتره عدم استقرار اصلا في حياه الفتاه، فما بالك انها تطول 32 شهر. طبعا الحمد لله رب العالمين. كانت اتصلت حماتي وقالت لي انه اعتقل. كان تلفون جدا صعب، لكن معية رب العالمين في هاي المواقف بتنزل وهي اللي بتصبر. يمكن هي كانت من أصعب المواقف اللي مرت، إنه انتقلت المسؤولية من كوني زوجة وأم فقط لكوني زوجة وأم وأب. مسؤولية كمان إني أنا بدي أشعر طفلتي في وجود والدها، أو بالأحرى أعرف طفلتي على والدها، لأنه كان عمرها أسبوعين عند اعتقال والدها. فالفترة اللي بدأت فيها جوان تتعرف الوجوه، تعرفت وجوه الجميع إلا والدها ما كانش موجود. تعرفته من وراء الزجاج في زيارات، فكان لابد إني أنا أعرفها وأورجيها صوره وأحكي لها هذا بابا، وخاصة لما بلشت تحكي كلمة بابا. يعني بس زوجة الأسير لازم تكون قوية، يعني هي فقدت الأمان. الأمان هو أول احتياجات الإنسان، والاعتقال غيب أمان الزوجة والأطفال كمان. فزوجة الأسير لازم تكون قوية برب العالمين، قوية بصبرها اللي هو ملاذها عند القنوط ودرعها ضد الشدائد، قوية بزوجها نفسه، بأطفالها، بأهلها اللي هم بيقدموا المعونة والاحتواء دائما إلها. هي حياة الأسر كل المواقف فيها تقريبا صعبة، إن كانت حزينة وإن كانت حالات فرح، وكل يوم بمضي الأسير في السجون بزيد عدد المواقف الصعبة. لكن يمكن يكون من أصعب المواقف هو لحظة اعتقاله. إحنا صحينا على تفجير أبواب المنزل، كان جوان عمرها أسبوعين. تم اقتياد مصعب خارج المنزل، وكنت أنا لوحدي في المنزل مع طفلتي. كنت أنا منهكة من الولادة، لكن كان لازم إني أنا أكون قوية وما أشعرهم بضعفي إني أنا مثلا خايفة أو إشي، لأنه تم ضرب مصعب عند الاعتقال، تم تكسير المنزل كامل أمامي، طفلتي في حضني، الضابط المرافق لهم بصرخ علي، بوجه أسئلة إلي. فصراحة ما كانش في أي مجال للخوف حتى بيني وبين نفسي في هذيك اللحظة. يعني هو الشخص الوحيد اللي كنت أتمنى يكون معي، لكن هي لحظة اعتقال. في لحظات بتمر في الحياة ممكن تكون لحظات طبيعية لأي إنسان، لأي 2 متزوجين، لكن بالنسبة إلنا سواء هو داخل الأسر أو حتى وهو خارج الأسر، يعني إحنا من أسعد لحظات حياتنا كان ولادة طفلتنا الأولى وهو خارج السجن. كان دايما يضل يدعي حتى يحكي لي إنه يا ريت تولدي بكير شوي. فكرة الاعتقال كانت متوقعة مع الظروف اللي كانت، فكان الشعور المسيطر علينا إنه تتم الولادة ومصعب داخل الاعتقال. فيعني شاء رب العالمين إنه يرزقنا هاي الفرحة سوا، وتتم الولادة وهو خارج الاعتقال. وبالفعل كان يوم اعتقال مصعب هو آخر يوم مقرر فيه الولادة. والضابط المرافق تفاجأ من وجود جوان في المنزل، سألنا لمين هذا الوليد.
فكان يعني الاعتقال ربما كان إنه مخطط له، إنه في نفس يوم الولادة، لكن شاء رب العالمين إنه تتم الولادة قبل أسبوعين ويشوف بنته.